السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وصحة وسلامة وسعادة. النهارده حبايبي بقى، بما اني يعني ايه جبت سمنة بلدي ومش اول مرة اجيبها، بجيبها كتير طبعا الحمد لله، ولكن اول مرة اجيب سمنة بلدي بجد وما اتغشش فيها. كل مرة بجيبها عارفين لما بنحط الشوربة كده وتغلي على البوتاجاز، بتديكي كده اللون اللي هو بتاع المية اللي بيغلي ده، كانت بتبقى كده، وكنت بكتشف انها مغشوشه. دي بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عامله ازاي. دي بقى شايفه التقل، ولما تعمل لك الوش اللي هو التقيل اللي فوق ده، دي تبقى سمنه بلدي بجد مش مغشوشه. ولكن كل السمنه اللي انا كنت بجيبها والله اتدبست قبل كده في 5 كيلو، وكانت واحده يلا ربنا يسهل لها بقى، ما عندهاش ضمير يعني. اخدت السمنه وحطيتها على البوتاجاز علشان اسويها، لقيتها فصلت وبقت زي الشوربه بالظبط، عامله زي الميه، بتغلي غليان بتاع الميه بالظبط والله العظيم. فطبعا يعني ما كررتهاش تاني. ومره برضو جبت سمنه تانية برضو نفس الحكايه، ولقيتها مغشوشه. لقيتها مغشوشه بقى فيها ايه؟ بصي يا حبايبي عامله ازاي. لقيتها بقى عامله زي، عارفين الدقيق انتوا طبعا؟ ماشي. عملت اللون اللي هو بتاع الدقيق المحروق ده كده يا بنات. هي قربت تستوي. كنت بقول لكم عارفين السمنه لما بتبقى مغشوشه بيكونوا حاطين عليها دقيق، فتيجي تعمليها الدقيق ده بيلزق طبعا في قعر الحله، وبيحمر وبيسود وبيمرر، وطبعا عشان تيجي تشمي ريحه سمنه بقى والكلام ده لا، ما بتلاقيهوش خالص بجد يعني. فدي ربنا يكرمها يا رب. السمنه بتاعتها بسم الله ما شاء الله جميله. ودي على فكره خلاص دخلت على سوا اهو. هتعمل بقى ايه؟ فاصل، هتفصل بقى زي ما انتم شايفين كده. انا موطيه عليها خالص على الهادي يعني كده، عشان المرطه بتاعتها تبقى صفرة كده، مش تستني عليها لما تغمق قوي. وهوريكم بقى ان شاء الله عملنا ايه بالسمنه البلدي النهارده. خليكم معايا يا حبايب قلبي. دي حبايبي السمنه بعد ما خلصناها وحطيناها في البطرمان، ودي المرطه حته صغيره ازاي عشان مش مغشوشه. عملت بقى طاجن صغير كده بطاطس، وعملت لسان عصفور. طبعا من السمنه البلدي حبينا نجرب طعمها، لقينا بسم الله ما شاء الله طعمها حكايه. وده طبعا طاجن باميه باللحمه. ماشي يا حبايبي. وده طبعا رز ابيض بالسمنه البلدي، طعمه وريحته جميله جدا اهو يا حبايب قلبي اهو. خدوا بالكم بقى من السمنه المغشوشه. طبعا كلنا بسم الله ما شاء الله شاطرين كده وعارفين. حتى السمنه دي فاتحه، اللي انا كنت بجيبها قبل كده كانت بتبقى غامقه ولونها بصراحه مش حلو خالص يعني. حتى ما فيش ليها طعم ولا ريحه خالص بامانه يعني. فالسمنه لما نجيبها طبعا وهي بتغلي حسيتي انها بتغلي زي الميه كده والشوربه، لا يبقى دي مغشوشه. وبتعمل زي ريم كده في الجناب بتاعه الحله، وتمسكيها تلاقيها عامله زي البودره. تفركيها كده في ايديكي عامله زي البودره. ريحتها طبعا مش حلوه خالص، وبتبقى مغشوشه طبعا. بيحطوا، في ناس بقى بتحط دقيق، في ناس بتحط سمنه اللي هي روابي، او السمنه اللي هي التانية بتاعت العلب دي، ويضربوها مع بعض. طبعا كميه السمنه البلدي ما تبقاش كتير، فانتوا برضو خلي بالكم لان السمنه غاليه جدا. وبصراحه ما فيش حاجه مش غاليه يعني. بس هي بصراحه ريحتها جميله جدا، وطعمها في الرز الابيض حكايه، طعمها جميل جدا. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. كنت حابه اقول حاجه بما ان احنا مع بعض دلوقتي، حابه اشكر كل من سأل عليا وانا تعبانه وعامله عمليه. بشكركم جدا من كل قلبي. بصراحه انا كنت عايزه انزل لكم فيديو اشكركم فيه، بس فيديو شكر لكل الناس الجميله اللي سألت عني. كل يوم كان في ناس كتير بتسأل عليا، وطبعا انا بشكركم جدا من كل قلبي يا حبايب قلبي. وربنا يا رب يديم بينا المحبه والاخوه في الله ورسوله، لان يعني دي احسن حاجه واعلى حاجه في الوجود يعني. فبشكركم جدا جدا من كل قلبي يا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسلامه وسعاده. معانا بقى طبق سلطه جميل كده هنوريه لكم برضو، علشان طبعا الاكل ما بيحلاش الا بالسلطه. وطبق مخلل برضو حكايه. مخلل ده معمول في مكان مخصص للمخلل.
بصراحه انا ما يعني بحب اجيب من عند الراجل ده، لان هو تخصصه مخلل بس، ما بيعملش غير مخلل بس، حكايه وطعمه حلو قوي قوي. هوريهولكوا برضو. ماشي يا حبايبي. المرتة طبعا بتحطي شويه ميه ملح صغننين جدا، تحطي شويه ملح صغيره جدا على السمنه، ربع معلقه بتاعت شاي كده بتحطيها ملح، علشان طبعا المرتة ما تبقاش حادقه. تمام يا حبايبي. يا حبايبي طبق السلطه الجميل، طبعا ما فيش غنى عن طبق السلطه مع الاكل اهو يا حبيباتي. اهو طبق المخلل اللي انا قلت لكم عليه، بص شكله عامل ازاي، يفتح النفس لوحده. وده كان غدانا النهارده مع طاجن الباميه الجميل ده، وطبعا المرتة، وسيحنا النهارده السمنه. ماشي يا حبايبي اهو يا حبيباتي. وبكده يا حبايبي يا رب يعجبكم طبعا الاكل والغدا بتاع النهارده بتاعنا، واشوفكم على خير وكل خير وصحه وسلامه وسعاده، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي يا رب. واللي مشتركش في القناه يتفضل ينورني ويشترك في القناه، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.